مبدئيا لازم نفهم الووب دي بتدينا ايه، او اي ساعه ذكيه بتدينا ايه. بتدينا معلومات. المعلومات دي يا اما هنعرف نستعملها ونحللها بطريقه ايجابيه، يا اما هتبقى حاجه سلبيه بالنسبه لنا، او حاجه ملهاش اي لازمه لان احنا ما بناخدش اي اكشن او ما بنغيرش من اللي احنا بنعمله عشان نحسن من النتيجه. يعني ببساطه، يعني في 3 حاجات ببساطه ممكن نتكلم عليها. 1، القلق من ان انت مثلا ما تنامش كويس عشان عارف ان الساعه او الجهاز هيطلع لك سكور النوم بتاعك مش كويس. 2، خلينا نكون واضحين، الاجهزه دي مش طبيه، ولو ان في جزء من الاجهزه اللي في السوق عندها ابروفلز من الاف دي اي اللي هي هيئه الغذاء والدواء، ومقدمين يعني عاملين دراسات ان هي ينفع تستعملها يعني في الطب، في الويلنس، يعني من ناحيه الطب، زي والترا مثلا اللي هنتكلم عليها. والترا احنا عندنا ده. 3 حاجة، ان انت بتبقى مهووس بالارقام. يعني ايه؟ يعني الارقام ممكن هي تتحكم في مودك، فخلينا نتكلم عليها واحدة واحدة.